قالك ليبيا مش زي مصر وتونس. إيه لا، الشهداء اللي ماتوا سابقا أكثر من مصر وتونس. نسبة البطالة أكثر من مصر وتونس. نسبة عدد الفقراء في ليبيا أكثر من مصر وتونس. صح كلامهم أظن، ليبيا مش زي مصر وتونس. قالوا يبوا الفتنة من الكلام الفاضي، تبيش تحرر بلادك برا نقز في الأراضي. يا ساتر، ما تقولش أحفاد المجاهدين، ما تقولش معمر قاعد أكثر من زين العابدين. الهدف تحرير العقول والقلوب، غير توصل لي أفراد يوصلوها للقلوب. اللي سبع في الجامع واللي سبس القلوب، المفروض المكروب يولي توا مكلوب باش يوري غضبه. عايش هو يدوب، ما عنده مصروف، الكلوف اكيد محسوب، اكيد محبوب، اللي تحيه اكيد مكتوب، اكيد الحرية مطلوبة والعدل مرغوب. عدد العباد اللي فدوا هائل، السبب سهل، العقيد الجاهل، الشعب كامل يبي تغيير شامل، بنحاربوا للأخير زي النمور التامل. ايه قالك ليبيا مش زي مصر وتونس. 1 2 3 مش خايفة لحياتها، من 4 ل 6 فكمل الفتنة، الساعة 7 الحكومة سبها، 8 9 عاود الديسكا، تسمع في صوتي خش مع النسمة، جماعة كلها تبي تعرف اسمه، تبي تعرف شكون. غمض العيون، شهداء بوسليمة وصي وسون، ألف أنوثة ألف باتا 40 عام سادنا، لا يمكن واحد يقولها من داخل بلادنا. هذه حرية جماهيرية العاصي، هذه ديمقراطية تجوها ما على كراسي. الكلام اللي تخرب فيه، الآيات اللي تحرف فيهم بمواد التعليم، التلاميذ تخرب فيهم، فلوس الشعب تهرب فيهم. هذه سلطة الشعب، محاضرات للصبايا تشوه في سمعة الشعب. الشعب الليبي الشريف، الشعب الليبي ينظيف، الشعب الليبي لما يتشنج يولي يرديف، يولي مهبول. الشعب الليبي ذو وصول، الشعب الليبي يصلي ويسلم على الرسول. خمس الشعب الليبي راهو يحفظ القرآن، لا يرضى الشعب الليبي انه يتبع الشيطان. ما هو جدود الشعب الليبي بالبندق الحصان، جاهدوا ضد الظلم ضد أعظم الإجرام. الشعب الليبي لابد توا بالقلب وبالروح يطلع ويحارب جميع انواع القبوح. الشعب الليبي يبي يعيش، الشعب عنده طموح، يا محشر الشعب الليبي بعد معمر له فروخ. يلودوا القيادة، إعادة نفس البلاوي، نفس الكلاب اللي درهوا في الكبود الكلاوي. اللي ناوي يشوف نهايتها في حياته لابد يكون مستعد ان يضحي حياته، يضحي دمه باش يتخلص من همه. زي الشهيد اللي في بوسليم، اللي شنو ذنبه، اللي مات في الفاضي، اللي مات يا نار يعلم مالي، كلا شهداء يا غالي. يا شبابنا هذي بلادنا، هذا وقتنا، خليهم يشوفوا غضبنا تحت ضغطنا. الحرارة واصلة لدرجة تفجير، قداش بنقعدوا غير نستنوا في التغيير، نستنوا في الحمير باش يديروا فينا المعروف. اكثر حاجة يخافوا منها يشوفونا واقفين صفوف، يبوا يقسمونا طروف باش يقعد الحلوف. خلي الشرقاوي والغرباوي جميعا يعطوك فوف، في صوت واحد نطيحوه في شوط واحد. شوف اللي بيصير بيسبب موت واحد، يتنحى الشرير وحرية التعبير تبين بالضبط قداش عنده من ضمير. اللي معذب ملايين، اللي سارق مليارات، ميزانية البلاد أقل من سعر سيارات صغارة، وجماعته فيلاتهم قصور. اللي يبي سكن بسيط يستنى في الطابور، مش لازم تدير شي باش يلموك. الأمن ما هو اللي يدير، مش غير هو اللي يدفع الثمن. توا آخر زمن الظلم مقرب لك من يديك، غير المطلوب يا خوي أنك تدير اللي عليك، تحارب الإشكالات اللي يدوروا في السبلة. عندي ليك الرد لو كانت تدور في العبرة، هذه هي الفرصة اللي تمنيت تجيك باش تعيش على رجليك ومش على ركابيك. نداء خاص لشباب طرابلس، اطلعوا يوم 17 فبراير، اصلا الجيش كله حيكون في الشرق، وربي ينصرنا جميعا ان شاء الله.